إعلان الاستقلال التام على يد قائد تونس وباعث نهضتها فخامة الرئيس تحبيب بورقيبة. ويمثل هذا الحدث التاريخي تتويجا لاستراتيجية ضبطها المجاهد الأكبر بعد كفاح مرير خاضه الشعب التونسي بقيادته الحكيمة ضد الاستعمار. ويسعدنا أن نجدد التهاني إلى صانع هذا اليوم المجيد الرئيس تحبيب بورقيبة، متمنين لسيادته موفور الصحة وطول العمر حتى يواصل أداء رسالته الخالدة من أجل تحقيق مزيد الانتصارات لهذا الوطن الأمين. كما نتوجه بالتهنئة إلى السيد رشيد صفر الوزير الأول وأعضاء الحكومة والديوان السياسي وكافة أفراد الأمة. وبهذه المناسبة انتظم صباح اليوم في القاعة البيضاء من قصر الجمهورية بقرطاج موكب بهيج تقبل أثناءه المجاهد الأكبر التهاني بهذه الذكرى المجيدة. وقد كان في طليعة المهنئين السيد رشيد صفر الوزير الأول والأستاذ محمود المسعدي رئيس مجلس النواب وأعضاء الحكومة والديوان السياسي للحزب الاشتراكي الدستوري. والسيد الشاذلي القليبي الأمين العام لجامعة الدول العربية. كما هنأ المجاهد الأكبر رؤساء المنظمات القومية والوالي رئيس مجلس إقليم تونس وشيخ المدينة. وبمناسبة عيد الاستقلال تلقى المجاهد الأكبر برقية تهنئة من الرئيس الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية الجزائرية الشقيقة، جاء فيها: أبعث إليكم باسمي الخاص وباسم الشعب الجزائري وحزب جبهة التحرير الوطني والحكومة أحر التهاني القلبية وأطيب المشاعر الأخوية الصادقة. إن إحياء هذه الذكرى العظيمة التي توجت الكفاح البطولي الذي خاضه الشعب التونسي الشقيق بقيادتكم الرشيدة وتوجيهاتكم الحكيمة لمن شأنه أن يكرس معاني التضحيات الجسام التي بذلها هذا الشعب الأبي في سبيل الحرية والكرامة والاستقلال الوطني، لتنعم الأجيال القادمة بحياة سعيدة وآمنة. وإنني إذ أجدد لكم إرادتنا الصادقة في المضي قدما في ترسيخ العلاقات الأخوية الممتازة القائمة بين بلدينا الشقيقين في ظل الإخاء والوفاق على درب بناء صرح مغربنا العربي الكبير الذي تتوق إليه شعوب المنطقة. كما هنأ المجاهد الأكبر الرئيسان الأندونيسي والهندي وولاة الجمهورية. وتقبل فخامة الرئيس التهاني من الدكتور حمزة الكتاني رئيس بلدية الرباط. وخلال هذا الموكب الذي حضرته أيضا المناضلة الشاذلية بوزقرو والسيدة سعيدة ساسي، ألقى الشعراء محمد الشعبوني ومحمد مزهود ومحمد الهادي بوكوبة ويوسف الجبنوني أمام رئيس الدولة قصائد في الفصحى والشعبي تخلد خصال المجاهد الأكبر الرئيس تحبيب بورقيبة صانع الاستقلال وباني تونس العصرية، وتعبر عن اعتراف الشعب بالجميل لقائد الجهادين على المكاسب الجمة التي حققها لفائدته في شتى الميادين. ووجه المشاركون في الأيام الدراسية القومية للصحة والحماية الاجتماعية برقية ولاء وتأييد إلى فخامة رئيس الجمهورية.
بمناسبة عيد الاستقلال أنعم المجاهد الأكبر على السيدة شاذية بوزقرو المناضلة من الرعيل الأول ورئيسة اللجنة الاستشارية للاتحاد القومي النسائي التونسي بالصنف الأكبر من وسام الاستقلال تقديرا لما قدمته في سبيل الوطن. هذا وقد استدعى الرئيس تحبيب بورقيبة بصفة رسمية ولي العهد المغربي الأمير سيدي محمد لزيارة تونس، وقد وجه فخامته هذه الدعوة خلال استقباله صباح اليوم الدكتور حمزة الكتاني رئيس بلدية الرباط الذي حضر موكب التهاني بعيد الاستقلال رفقة السيد محمد علي بوليمان. وأثار المجاهد الأكبر بعض ذكرياته مع المغفور له الملك محمد الخامس وعلاقات المحبة التي كانت تربطه به، وقد حمل فخامته الضيف المغربي تحياته إلى العاهل المغربي الحسن الثاني. وصرح الدكتور الكتاني بأنه لشرف عظيم حظي به بمقابلة المجاهد الأكبر، وأنها لمباركة من فخامته لتوأمة العاصمة التونسية مع عاصمة المملكة المغربية، وأنه لشرف كبير أيضا أن يحظى بالمثول بين يديه في الذكرى 31 المجيدة للاستقلال. ولن ينسى هذه اللحظات التاريخية وهو يحمله رسالة شفوية إلى جلالة الملك الحسن الثاني يذكره فيها بذكرياته مع جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثرعه، وشرفه كذلك بتبليغ جلالته دعوته الرسمية لولي العهد الأمير سيدي محمد. وأضاف قوله إنه وزميله شيخ مدينة تونس يعاهدان القائدين العظيمين فخامة الرئيس تحبيب بورقيبة وجلالة الملك الحسن الثاني على أن يسير وفقا لتعليماتهما السامية، ويرجوان من الله أن يكون عند حسن ظنهما. التقى المجاهد الأكبر الرئيس لحبيب بورقيبة عشية اليوم في قصر الجمهورية بقرطاج بأفراد عائلة بورقيبة الذين قدمتهم لفخامته السيدة سعيدة ساسي، والذين جاءوا لتهنئة المجاهد الأكبر بذكرى عيد الاستقلال. بعث المجاهد الأكبر إلى الرئيس الجزائري الشادي بن جديد برقية الشكر التالية: تلقيت بمزيد الامتنان برقيتكم التي تفضلتم بإرسالها بمناسبة احتفال الشعب التونسي بالذكرى 31 لعيد الاستقلال، وعبرتم فيها عن نبل مشاعركم الأخوية ومشاعر الشعب الجزائري تجاه تونس رئيسا وحكومة وشعبا. وإنه لا يسعدني بهذه المناسبة المباركة أن أنوه بالعلاقات الممتازة التي تربط بين بلدين الشقيقين، والتي كان لكم الفضل الكبير في إرسائها على أسس ثابتة وفي مناخ من الصفاء والتفاهم تتبعه إرادة الخير والصالح المشترك. ونحن إذ نحتفل معا هذه الأيام بالذكرى الرابعة لإبرام اتفاقية الإخاء والوفاق التي اعتبرتها خطوة حاسمة على درب التعاون المثمر النزيه والعمود الفقري لبناء مغربنا العربي في كنف الأمن والتفاهم والتضامن، أؤكد لكم عزمي الراسخ على الدفع الدائم بهذا التعاون إلى الأحسن. أدعو الله العلي القدير أن يمتعكم بموفور الصحة والسعادة، وأن يوفقكم في قيادة الشعب الجزائري الشقيق إلى مزيد من التقدم والرخاء. كما وجه السيد رشيد صفر إلى نظيره الجزائري برقية شكر بالمناسبة نفسها، وبعث السيد الهادي المبروك ببرقية في هذا المعنى إلى زميله في الحكومة الجزائرية. وبمناسبة الذكرى 31 لعيد الاستقلال تلقى الرئيس لحبيب بورقيبة برقية التهنئة من العقيد معمر القذافي.